بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فيديو جديد كورة كل يوم مع مؤمن، وأخبار جديدة عن نادي الزمالك. اللي قال إن الزمالك جنة النصابين ما كدبش. مقولة أشهد عليها وأبصم عليها بالعشرة. كل فترة انتقالات على الله بيظهر علينا مجموعة من النصابين، سواء على السوشيال ميديا أو على اليوتيوب أو حتى في الإعلام، وهم نفس الوشوش، وهي نفس اللعيبة المرشحة للانضمام للزمالك كل فترة انتقالات. ومع ذلك الناس كلها بتصدقهم، ومع ذلك الناس كلها بتجري وراهم، ومع ذلك الناس كلها بتشير كلامهم. احذروا من النصابين، احذروا من اللي كل هدفه من ورا الكلام معاكم المكسب وبس. خلونا نبدأ أخبارنا، ولكن قبل ما نبدأ كله ينزل يعمل لايك، يعمل شير للفيديو ده، ومهتم جدا جدا بمعرفة رأي حضراتكم في الكومنتات. يلا بينا نبدأ. استبعاد ثنائي الزمالك من مباراة زد. بعد أن أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعداداته لمباراة الخميس أمام زد ضمن منافسات الدوري العام المصري والأسبوع 23. طبعا الزمالك خلاص بطل يعلن عن قائمة المباراة، ولكن الثنائي نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد لن يتواجدوا في مباراة الخميس أمام زد، وسيتم استبعادهم. بالنسبة لنبيل عماد دونجا مازال يعاني من إصابة على مستوى الكتف تعرض لها ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف في الأيام الأخيرة. أما عبد الله السعيد فيرغب جوزيه جوميز في إراحته وعدم الدفع به في المباريات القادمة لإعطائه مزيد من الراحة. مهاجم الزمالك وثلاث عروض. مهاجم نادي الزمالك ناصر منسي، واللي كان فيه كلام كبير على انه وقع عقود انتقاله لنادي البنك الاهلي قبل ما ينفي اللاعب نفسه صحة تلك الاخبار. عنده 3 عروض حاليا من الدوري المصري، طبعا البنك الاهلي وبعده المصري البورسعيدي ثم نادي سيراميكا كليوباترا. ناصر منسي منتظر جلسة مع الجهاز الفني لفريق كرة القدم في نادي الزمالك خلال ايام لتحديد مصيره مع الفريق، اما بالبقاء الموسم القادم او رحيله. من بعد الجلسة دي هيبدأ يدرس كل العروض المقدمة اليه لاختيار العرض الافضل. المتحدث الرسمي يحسم حقيقة مفاوضات يحيى عطية الله. رد احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك على تصريحات وكيل اعمال المغربي يحيى عطية الله بشأن مفاوضات الزمالك معه، حيث وكيل اللاعب خرج بتصريحات تم وصفها بانها تصريحات لتسخين الامور من قبل وكيل اللاعب بان المفاوضات مع الاهلي توقفت وان الزمالك في مفاوضات متقدمة مع اللاعب. احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك نفى وجود اي مفاوضات مع اللاعب يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. ووصل تصريحاته مع احترامي للاعب المغربي يحيى عطية الله، فالزمالك لم يتفاوض معه كما تحدث وكيله. اذا تفاوض الزمالك مع اي لاعب سيتم الاعلان رسميا. كل الصفقات تتم بالتنسيق ما بين الادارة والمدير الفني لفريق كرة القدم جوزيه جوميز. من فترة ليست بالقليلة اللاعب علي جبر مدافع الزمالك السابق ومدافع بيراميدز الحالي عرض نفسه على إدارة نادي الزمالك للعودة من جديد حتى لو على سبيل المجانية لمدة موسم عشان يعتزل بتيشيرت نادي الزمالك. العرض جه عن طريق وكيل علي جبر للمسؤولين داخل نادي الزمالك. رفضت إدارة القلعة البيضاء فكرة عودة علي جبر مدافع الفريق السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية. الحقيقة خير ما عمله. علي جبر بقاله فترة كبيرة جدا حتى مش موجود لا في التشكيلة الأساسية ولا على دكة البدلاء بتاعة بيراميدز. الحكاية مش مستحملة الصراحة. حقيقة إيقاف القيد الجديد. رد نادي الزمالك على حقيقة ما تردد مؤخرا من تعرض النادي لإيقاف قيد جديد لمدة 3 فترات متتالية، حيث تردد مؤخرا تعرض الزمالك لإيقاف قيد جديد بسبب مستحقات جديدة متأخرة بناء على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو ما نفاه تماما الإعلامي أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم النادي، وأكد أنه لم يحدث أي إيقاف قيد جديد، وأن الزمالك أنهى مؤخرا أزمة مستحقات المغربي خالد بوطيب، مؤكدا أنه يتبقى فقط مستحقات مساعدي جوزفالدو فيريرا من بينهم روي إيجوش وجونزاليس، والذي عمل مجلس الإدارة على حلهم. وشدد أنه لا يوجد جديد في ملف القيد الخاص بالنادي، لا يوجد أي قضايا جديدة حاليا ولا يوجد أي أحكام وقرارات جديدة بإيقاف القيد. وأكد أنه عقب حل أزمة مستحقات مساعدي فيريرا ومن بينهم روي إيجوش وجونزاليس سيكون من حق الزمالك وقتها قيد الصفقات الجديدة، وسوف يتم حل تلك الأزمة في وقتها عقب الانتهاء من بعض الأولويات المالية الأخرى ولحين الإعلان عن موعد فتح القيد الصيفي الجديد.
ايه القرار المنتظر من إدارة نادي الزمالك بشأن بطولة الكاس؟ القرار الأقرب واللي هيخرج من مجلس إدارة نادي الزمالك خلال اجتماع قريب جدا عقده لحسم مصير المشاركة في بطولة كأس مصر النسخة القادمة. اجتماع انا قلت لحضراتكم انه هيتم ما بين إدارة نادي الزمالك وجوزيه جوميز المدير الفني للفريق. الزمالك هيقرر لعب مباراة طلائع الجيش في دور ال16 بالبدلاء والناشئين مع عدم وجود جوزيه جوميز من الأساس وسفره لقضاء أجازته في البرتغال. الزمالك هيلعب بالبدلاء والناشئين كنوع من انا لعبت ما انسحبتش، فما يتمش توقيع اي عقوبات على الزمالك من اي نوع، وفي نفس الوقت يبقى ريح الاساسيين، وده الغرض الرئيسي من اعتراض الزمالك على المواعيد الخاصه ببطوله كاس مصر ودور ال16. موقف الاهلي من المشاركه في بطوله الكاس. كشف التقارير الاعلاميه عن موقف النادي الاهلي من خوض مباريات بطوله كاس مصر عن نسخته الحاليه. واوضحت التقارير ان اداره الاحمر تتجه للاعتذار عن الاستمرار في بطوله كاس مصر للموسم الحالي. واشارت التقارير ان الاهلي يدرس الاعتذار عن المشاركه في البطوله من اجل منح لاعبيه راحه بسبب خوضهم عدد كبير من المباريات هذا الموسم. واكدت التقارير ان اداره الاهلي لا تنشغل بعقوبات كاس مصر التي تنص اللائحه على استبعاد المنسحب من المشاركه في الموسم المقبل. والله هو الاهلي بالنسبه له قصه سهله، يعني هينسحب وبعدين يطلع بتاع اتحاد الكره يقول لك ده مش انسحاب ده اعتذار وبناء عليه مفيش عقوبات. عادي عادي، اللوائح لوائحنا والورق ورقنا والدفاتر دفاترنا. تعليق ميكالي على مواجهه المغرب. علق روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الاولمبي على مباراه المنتخب امام المنتخب المغربي ضمن منافسات دوره الالعاب الاولمبيه. ميكالي اكد ان مباراه المغرب ستكون قويه وصعبه نتيجه الارهاق الذي يعاني منه منتخب مصر كونوا خاض مباراتين متتاليتين 120 دقيقة بوقت إضافي. علينا التغلب على حالة الإرهاق والفوز لإسعاد الشعب المصري والفوز بميدالية في الأولمبياد. سأكون سعيد جدا لو حققت ميدالية جديدة بعد الفوز بميدالية ذهبية مع البرازيل 2016. هذا سيكون فخر كبير لي، مقدما وعد للجميع بالقتال لآخر نفس من أجل الفوز. حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول أبدى مرونة كبيرة في موعد المعسكر المزمع إقامته خلال أيام. طبعا حسام حسن واستعدادا لمباراتي بتسوانا الشهر المقبل في تصفيات أفريقيا كان طالب أن معسكر منتخب مصر يبدأ يوم 25 أغسطس، ولكن بعد ما اتحاد الكرة خد قرار باستكمال بطولة كاس مصر وأن نهائي البطولة هيكون يوم 31 من شهر أغسطس، قرر الأخ حسام حسن أنه يعمل المعسكر في ميعاد الأجندة الدولية الطبيعي يوم 2 سبتمبر القادم، وده طبعا في حال استكمال مسابقة كاس مصر. بكل أسف ما اتفرجتش على مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره الأسباني في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس، ولكن اللي عرفته أن منتخب مصر فضل متفوق على منتخب أسبانيا لما وصل فرق الأهداف ل5 أهداف، ولكن في نهاية الشوط الثاني أدرك المنتخب الأسباني التعادل ثم استدرج المنتخب المصري في 5 دقايق وقت إضافي على شوطين عشان تفوز أسبانيا. الحقيقة مش قادر أفهم إيه السر في إن منتخب مصر لكرة اليد واللي معظمه نجوم بتلعب في فرق القمة في أوروبا بيخسر في كل المحافل الدولية بنفس الطريقة بنفس الأخطاء في نفس التوقيتات، ومحدش فاهم الغلط فين والعيب فين ونصلحه إزاي. وفي النهاية بتوجه بكل الشكر لحضراتكم على حسن المتابعة والاستماع مع وعد بتجدد اللقاء. تقبلوا تحياتنا مؤمن شلبي ومحمود فاروق من قناتكم كرة كل يوم مع مؤمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.